اهلا بكم متابعي بطولة محترفي بايسون. الفايدي يصعد الى دور 16 بعد الانتصار على شباب البوادي. سيواجه ان شاء الله فريق العربي في دور 16. يحضر معي نجوم الفايدي طبعا على مر الاجيال، طبعا الكابتن بكري، ويتواجد معي ايضا الكابتن نوح المعلم. كابتن بكري الف مبروك. الله يبارك فيك يا اخي، واتمنى التوفيق للجميع. وفعلا الدوره يعني تنظيم رائع، ودوره ما شاء الله دوره المحترفين، يعني تنظيم رائع خالص. كابتن نوح الف مبروك، وكيف شفت المباراه؟ الله يبارك فيك. اول شيء الحمد لله على كل حال، مباراه خروج المغلوب. يعني صراحه فريق البوادي فريق كبير، يعني انتهزنا الفرصه، طبقنا الشيء اللي طلب مننا الكوتش ادم، وسبقناهم بهدف وعززنا النتيجه في الشوط الثاني، والحمد لله على كل حال. هذه مباراه خروج المغلوب، سجل ما تحتاج لها مهارات ولا لعب، سجل وحافظ في باب بس. هو كابتن بكري ايش اللي عملته الاداره اليوم من خلال استرجاع روح الفريق الذي غاب في الاربع مباريات الماضيه؟ والله طبعا زي ما قال لك كابتن نوح، الفريق طبعا عمل على الاخطاء على الفريق واحترام الخصم. احترام الخصم ده اهم شيء، وزي ما قال طبقوا خطه المدرب. يعني المجهود كله كفنا بالنتيجه والفوز 2-0، واتمنى لهم في التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه، ونفذوا نفس الخطط بتاعت المدرب، وان شاء الله لانه عندنا مباريات مقبله صعبه جدا جدا، فكل مجتهدين بيقولوا نصيب ان شاء الله، ربنا يوفقنا في المباراه الجايه ان شاء الله. كابتن نوح سؤالي الاخير، هذه المباراه هل تعتبر بداية تألق الفايدي في هذه البطولة وظهوره بصورته المعتادة والمعروفة؟ إن شاء الله من المباراة دي حتشوفوا فريق الفايدي في قمته وفي السابق، في الشيء اللي بيسويه كان في الأوان الأخيرة، حتشوفوه إن شاء الله في 16 والأربعة إن شاء الله والثمانية بإذن الله. حنمشي لأبعد محل إن شاء الله في زي دي الدورات الكبيرة. إن شاء الله لازم اسم الفايدي يظهر في الادوار النهائيه، ما يكون اسم الفايدي يظهر في التمهيدي، هذا مو منطقي. لازم اسم الفايدي في فرق كبيره في جده، امثال العربي، العبري، ميلانو، لازم في فرق لازم تكون في ادوار نهائيه عشان تثبت انها فرق كبيره. كابتن بكري السوداني ايش رايك؟ طبعا سؤال الاخير، ايش رايك في صلاح تشيك وادريس كميني؟ والله يعني الاثنين ما شاء الله في مستوى واحد، يعني عوضوها ذكرونا ايام زمان، وان شاء الله ربنا يوفقهم مع الفايده، ودائما بنختار في مين يبدا المباراه، فالاثنين ما شاء الله بيمثلوا الفايده، وهو ضارب للفايده ان شاء الله، يوصلوا مع الفريق للمراحل النهائيه ان شاء الله باذن الله، ويحققوا البطوله ان شاء الله باذن الله. كلمه اخيره كابتن بكري. والله يا اخي اشكر طبعا التنظيم واشكر الدكتور، ودوره طبعا ما شاء الله، وراعي البايسون، فيعني ما شاء الله انا اول مره اشوف دوره زي هذه الدوره، يعني من زمان ما شفت الدوره دي، فربنا يوفق الجميع، واشكر فريق الدكتور والمحترفين ان شاء الله، ربنا يوفقهم وعلى هذه الدوره. يعطيك العافيه. كلمه اخيره كابتن نوح. دوره رائعه، دوره مثل دوره المدي، يعني الصراحه ما في فرق بين دورة المدي سوى مشاركة فريق المدي فقط. دورة ممتعة وما شاء الله علينا، صراحة تنظيم رائع، لجان تحكيم، الصراحة ما ناقصكم شيء، ما شاء الله عين عليكم باردة. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يعافيك.